حب العمر ولا لقطة ترند؟ حكاية الهجوم العنيف على أحمد حلمي ومنى زكي بسبب صور صادمة. بيقولوا يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إلا ريحتها. بس لما البصلة والقشرة يكونوا أحمد حلمي ومنى زكي يبقى الجمهور كله لازم يتدخل. الساعات اللي فاتت السوشيال ميديا اتقلبت لساحة حرب، هجوم عنيف وتريقة واتهامات بالتمثيل. كل ده ليه؟ عشان صورتين ظهروا فيهم بمنتهى الرومانسية كأنها لسه في شهر العسل، عروسة بكامل إناقتها. اللي حصل منى زكي كانت لابسة فستان فرح وأحمد حلمي كان لابس بدلة وكأنهم عروسة وعريس، ونزلوا الصور على الانستجرام وكل الناس بدأت تتكلم وتعلق. في اللي قال خلاص كبرتوا، هي منى لسه فاكرة نفسها نونة، وناس تانية قالت ده حب مصطنع عشان الترند. يا ترى ايه الحكاية؟ وليه الصور دي ظهرت فجأة بعد إشاعات الطلاق والخيانة؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. الهجوم كان صادم، البعض شايف إن مفيش داعي لتصدير السعادة بالقوة دي بعد أكتر من 25 جواز وأولاد كبار. الكومنتات كانت قاسية لدرجة إن في ناس قالت إنهم بيحاولوا يثبتوا حاجة مش موجودة. انتوا بتضحكوا على مين؟ الهجوم ما كانش مجرد انتقاد للصورة، ده كان اتهام صريح لمنى زكي إنها بتحاول تعيش سن مش سنها، والحلم إنه بيجاريها عشان يقدروا على مشاكلهم. بس هل الموضوع فعلا تمثيل ولا في كواليس تانية احنا منعرفهاش؟ القصة مش مجرد صورتين، القصة بدأت من فترة لما طلعت إشاعات هزت الوسط الفني عن خناية حلمي لمنى وإنها حذفت صوره من الانستجرام. والمصادر وقتها قالت إن منى طلبت الطلاق كذا مرة بسبب انشغال حلمي عنها وبعده لفترات طويلة. عشان كده الصورتين الجداد دول الجمهور ما خدش بيهم براءة، بالعكس اعتبروا رد فعل دفاعي عشان يثبتوا إن المركب ماشية. بس في المقابل في ناس شايفة إن ده هو الحب الحقيقي، الحب اللي بيقوم بعد كل عاصفة، الحب اللي بجد اللي خلاهم يفضلوا مع بعض ربع قرن رغم الشهرة والضغط.